لعبة روبلوكس أخطر لعبة بالعالم حاليا، وهي اللعبة بوقتنا الحالي أخطر لعبة للأطفال. وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح نحكي عن لعبة عم تحاول تدمر عقول الأطفال وتعلمهم شغلات أكبر من عمرهم. قبل ما نبلش، للي ما مشترك يشترك، واللي ما حاط لايك يحط لايك، ولا تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس. وبعد ما تسمعوا الفيديو لآخر ثانية اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات بهي اللعبة. تخيلوا بهي اللعبة عاملين مابات على شكل مجسم الكعبة، وعاملين كمان ناس بيصلوا بطريقة خاطئة، بس انه بدهم يسيئوا للمسلمين. وكمان حاطين المصاحف باماكن والعياذ بالله مثل الحمامات والى، يعني ما بدي احكي انا اكثر من هيك، انتوا اكيد فهمتوا علي هلا. ومو بس هيك، كمان عاملين المصحف على شكل الدرج. يعني تخيلوا لوين وصلوا بالاستهزاء بديننا. والشيء العجيب لهلا انه في مسلمين عم يلعبوا هي اللعبه، واغلبهم اطفال. طيب يمكن نحكي انه هدول الاطفال يعني انه يعني ما بيحسوا على هذا الشيء ولا حتى بيفهموا بهذا الشيء. طب وين العيله؟ وين الاب؟ وين الام؟ ليش ما بيطلعوا عليهم؟ ليش ما بيعرفوا انه اولادهم ايش عم يلعبوا؟ وليه ما بيبحثوا باللعبه اللي هن عم يلعبوا فيها؟ بتوافقوني الراي ولا لا؟ بس الحمد لله في دول عربيه حظروا هي اللعبه، مثل دولة قطر وعمان، وفي عنا كمان تركيا والصين. هلا صراحة عملوا شيء صح. ليش عملوا شيء صح؟ انتوا هلا رح تسمعوا قصص رح احكي لكم اياها صايرة مع اطفال داخل هي اللعبة. لما رح تسمعوهم عن جد يعني رح تتفاجئوا كثير كثير. تعالوا احكي لكم ايش صاير قصص مع هدول الاطفال داخل لعبة روبلوكس. في طفل من هالاطفال كان عم يلعب هي اللعبة، وكان عم يلعب مع ناس، فهو عم يلعب معهم قرروا يعملوا تحدي، وبسبب هذا التحدي الطفل قتل نفسه. هلا شلون قتل نفسه وايش هو التحدي؟ لهلا ما حدا طلع وصار يحكي عن هذا الشيء. وهي القصة صايرة بقطر، فلهيك دولة قطر حظروا هي اللعبة. وصايرة كمان قصة داخل أمريكا، في بنت عمرها 11 سنة كانت عم تلعب هي اللعبة مع شخص، وهذا الشخص كبير بالعمر، بس هي البنت ما كانت بتعرف إنه هذا الشخص أكبر منها بكتير. مثل ما حكينا إنه عمرها 11 سنة، فما كانت واعية على هذا الشيء يعني. فمثل ما حكينا إنه كانوا عم يلعبوا هي اللعبة، وكل يوم عن يوم هذا الشخص صار يبعث لهي البنت الصغيرة هدايا عن طريق هي اللعبة. فهي البنت يعني عجبها هذا الشيء، وحبت هذا الشخص انه هو عم يبعث لها هدايا. بس طبعا مو انه حبته حب، حبته انه يعني كشخص عم يبعث لها هدول الهدايا. وانتم بتعرفوا شلون يعني عقول الاطفال، عقول بعض الاطفال شلون. فيوم بعد يوم هي البنت صارت توثق بهذا الشخص، وصاروا يلعبوا هي اللعبة كل يوم ويحكوا مع بعض كمان. وبعد مدة زمنية هذا الشخص صار يحكي معه وقال له ايش رأيك نتقابل سوا؟ فهي البنت الصغيرة الغير واعية قالت له تمام. وبعد ما تقابلوا سوا وبعد ما شاف هذا الشخص اخذها وخطفها، ولهلا اهلها ما بيعرفوا شي عنها، وليومنا الحالي عم يدوروا عليها. فمثل ما سمعتوا هدول القصص من هي اللعبة، من داخل هي اللعبة واللي هي اسمها روبلوكس. فيا جماعة الخير انتبهوا على اولادكم، ولا تخلوهم يلعبوا العاب فيها شي او العاب بتضرن الهم. حكيت لكم اول شي عن شخص مشان تحدي قتل نفسه، وكمان حكيت لكم عن هي البنت الصغيرة يلي انخطفت بعد ما ضحك عليها هذا الشخص الكبير. وكمان داخل هي اللعبة عاملين مابات زائد 18، وانتم فهمكم كفايه، ما بدي اشرح اكثر لاني عن جد يعني انا خجلان انه احكي هذا الشيء. المهم بعد ما حكيت لكم عن خطوره هي اللعبه، وانكم كمان تنتبهوا على اولادكم ايش عم يلعبوا، هلا رح نشوف فيديو اب كان عم ينصح اولاده، ابنه وبنته، لاني كانوا عم يلعبوا بهي اللعبه، وصار يحكي معهم انه هي اللعبه ما بصير تلعبوها لاني فيها هذا الشيء. وصراحه انا لما شفت هذا الفيديو الاب عجبني كثير كثير، انه ما ضربهم، حكى معهم بطريقه ذكيه كثير كثير. خلونا نشوف الفيديو. هذه مو اللعبة اللي تلعبها فهود؟ ها؟ رومبولوكس ما ادري شو اسمها، اليوم تنحذف من ايبادك، يقولون خطرة ومو زينة وتكلمون اشخاص غرباء. تكلم منو فيها انت؟ والله بس عيال عمي. بس عيال عمي. لا يكلم ناس غرباء. انا شفته. شفتي؟ شافتك هذه يقول اللعبة ها يتم استغلال الاطفال، ها، ويخلوهم يسوون اشياء عنف. طق الطق من ورا اللعبة، تعلمك الطق هذه. الا هو يطقني. ها تطق اختك بعد، تطق اختك بعد، الطق تنحذف اللعبة، تنحذف اللعبة. اليوم بعد انت ما لك دخل، هو قاعد يكلمني. انت تنحذف اللعبة، اللعبة مو زينة، فيها اشياء مو زينة. انا ما العبها. كذب كذب. شنو كذب؟ شنو كذب؟ ذكاء اصطناعي هذا، من ذكاء اصطناعي. ولك ذكاء؟ انا صار عمري مليون توني افهم ذكاء اصطناعي. انت ايش كبرك تعرف الذكاء الاصطناعي؟ كله خبر رسمي نازل. مثل ما سمعتوا يا اخوان، شفتوا شلون انتو يعني ذكاء الاب بالطريقه يلي كان عم يحكي مع اولاده، وشلون انه كان عم يشرح لهم هذا الشيء. فعن جد يعني ترفع له القبعه. ومثل ما سمعتوا كمان منه انه هي اللعبه خطيره كثير كثير، فانتبهوا على اولادكم. في فيديو كمان عاملين درجه على شكل مصحف، عم يخلوا الشخص اللي عم يلعب باللعبه يطلع فوق المصحف. استغفر الله العظيم. خلونا نشوف سوا. انتبهوا من الألعاب، في لعبة اسمها روبلكس. اللعبة هذه القرآن كأنه درج، انه تدوس على القرآن. طبعا لازم، استغفر الله،
لازم يدعس على القرآن. هذه من فكرة اللعبة، عشان يخلص الماب لازم يدعس على القرآن. طبعا القرآن هنا محرف، اللي أعرفه أن الأطفال طايحين فيها طيحة جامدة، يعني هذه تعتبر من رقم 1 عند الأطفال. اللعبة هذه لازم ننتبه، حاربوا الإسلام عن طريق الأطفال. واجب علينا أن نحذف اللعبة هذه. القرآن محرف، يعني ذاكرة الطفل تختلف عن الكبير، فيصير يقرأ ويفكر أن هذا القرآن. بحيث أني أنبهكم، ضروري أنها تنحذف يا أخوان. احذفي اللعبة، حذف التطبيق، خلاص. مثل ما شفتوا يا اخوان كمية الإساءة لديننا واللي هو دين الإسلام. يعني تخيلوا انتوا لوين وصلوا. لا، والمشكلة مو هون، المشكلة انه المسلمين عم يلعبوا بهي اللعبة، عم يخلوا اطفالهم يلعبوا بهي اللعبة وهن ما لهم فهمانين شيء انه ايش فيها هي اللعبة. فلازم نحن ننتبه على كل شغلة. في بعض من الكفار تعرفوا انتوا شلون، يعني ما بيحبوا الإسلام، ما بيحبوا المسلمين، فبيعملوا هذا الشيء عن طريق ألعاب أو ما شابه. اكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات بهذه الفيديوهات اللي يلا عم تشوفون معي. كمان عاملين مجسم بهي اللعبة على شكل الكعبة، يعني لوين رح يوصلوا ما بعرف. كاتبين كمان جوات الكعبة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، واللوحة يلي جنبها كاتبين مفتاح الجنة لا إله إلا الله. كمان كاتبين حسبي الله ونعم الوكيل. ولاد الذين ما عندهم طريقة يحاربوا فيها المسلمين إلا بهذا الشكل، إلا بهذا الأسلوب. فنحن لازم ننتبه، ولازم كمان ندعي. ادعوا يا إخوان لهالأطفال اللي عم يلعبوا بهي اللعبة إنه يبطلوها، لأن في أطفال أدمنوا هي اللعبة، وإذا ما لعبوها بصيروا يبكوا وبيكتئبوا وكمان بيعذبوا أهلهم. فما لنا غير إنه ندعي لهم بالهداية، والله يهديهم يا رب كلياتهم. سمعتوا أول شي حكيت لكم إنه صايرة قصة، كان في بنت عم تحكي مع شاب وهيك تمام. فتعالوا شوفوا شلون عم يحكوا مع بعض داخل هي اللعبة. عن جد يا اخوان يعني شي خطير كثير كثير. اجي نعنقك. ها نعنقك. هيا عنقني. كيوت يا زح كيوت. كيف هدي جبتها؟ أحب نجيبها يا زح. ليو ليو ها مثل ما شفتوا هي الطريقة اللي عم يتواصلوا فيها داخل هي اللعبة. شفتوا كمان ما اول بنت شلون كانت هيك عم تحكي باسلوب نبدأ احكي، فهمتوا انتوا. وكمان مثل ما سمعتوا اول شيء انه كانوا عاملين مكان للصلاة وحاطين اشخاص عم يصلوا هيك. ايش هو قصدهم من هذا الشيء غير الاساءة للمسلمين؟ بس انا مستغرب من شغلة، انه شلون المسلمين عم يشوفوا هي اللعبة وما عم يعملوا عليها لا حظر ولا حتى ابلاغات ولا حتى انه عم يرفعوا قضية على صاحب هاي اللعبة. مثل ما شفتوا معنا هذا الفيديو انه في مسلمين داخل الجامع وكانوا عم يصلوا تمام. بدخل عليهم شخص راكب سيارة وحاط كمان علم اسرائيل وفايت وعم يدعس عليهم واحد واحد وعم يقتلهم واحد واحد. يعني تفضل. فكمان ملاحظة، يعني انا بهذا الفيديو بس عم بحكي رأيي وجد، يعني انا هيك حبيت اعمل هذا الفيديو لاني يعني شيء مزعج كتير كتير، لان ما حدا بيرضى الاهانة لدينه. يعني كمان عاملين شخصيات، يعني شخصيات يا اخوان قسما بالله كانوا عم يعملوا شغلات يعني زائد 18 شغلات عيب كتير كتير. وتخيلوا انتوا انه الاطفال اللي عمرهم 11 سنة واصغر يعني عم يشوفوا هدول الشغلات وعجب فهمانين ما لهم فهمانين ما بعرف. فعن جد شي بخول، يعني شي بدوخ. أنا بعتذر عن نشر هذا الفيديو، ولكن هذا الفيديو هو موجه للأهالي اللي عندهم أطفال بيلعبوا روبلوكس، وهو فقط صالح لمن هم فوق سن 18 سنة. لكن هذا الفيديو الهدف الرئيسي فيه مشان تشوفوا نوع المحتوى الذي يتعرض له أطفالكم داخل اللعبة. خلينا نشوف مع بعض. فتحذير كمان مرة، هذا المحتوى
قد لا يناسب بعض المتابعين. شوفوا هذا جزء من المحتوى وبرجع بعتذر بتعرض له طفلك. هاي الأشياء طبيعية أطفالكم يشوفوها؟ هذا شيء طبيعي أطفالكم يشوفوه؟ لعبة أطفال؟ شو بتحكي أنت؟ الموضوع جدا عادي صح؟ طبعا أنا في أشياء ما بقدر حتى إني أنشرها بصراحة، يعني عيب جدا إنها تنشر، ولكن للأسف مش نافع معاكم موضوع إنه في قضايا ضدهم، مش نافع معاكم موضوع التحذير، مش نافع معاكم موضوع إنهم بيستدرجوا، مش نافع معاكم إشي. قلت لازم أصدمكم، خدت الصدمة بقى. أتمنى كل شخص بيعرف حدا عنده طفل بيلعب روبلوكس انشر له الفيديو، أعطيه. مثل ما سمعتوا يا اخوان، جد يعني فيديوهات مخلة للآداب. يعني تخيلوا انتوا انه طفلك او طفلك يعني عم يشوف هدول المناظر، اذا طبعا كانوا عم يلعبوا بهي اللعبة. انا ما ضل عندي كلام ابدا ابدا. مثل ما سمعتوا اول شي يعني حكيت لكم هي القصة وانه ايش صاير وهيك. يعني ما تنسوا تكتبوا لي رايكم تحت بالتعليقات بهي اللعبة. فلهون خلص الفيديو لليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، ولا تنسوا كمان يا اخوان تحطوا لايك وتفعلوا زر الجرس. كان معاكم اخوكم صالح، في امان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.